ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلام. النهاردة هنعمل أكلة من أكلات الزمن الجميل، أكلة اقتصادية جميلة محدش ما بيحبهاش. هنعمل بصارة. أنا معايا هنا نص كيلو فول نقعاه لمدة ساعة. فول بلدي حلو نقعاه، الفول المدشوش اللي هو من غير قشر. بتجيبيه من عند العطار وتقولي له عايزة فول مدشوش. ده نص كيلو غسلاه ونقعاه لمدة ساعة. معايا هنا راس توم صغيرة. معايا هنا بصلاية وسط، ومعايا قرن فلفل سبايسي ده اختياري، عايزة تحطيه حطيه. ومعايا هنا حزمة خضرة، كزبرة وبقدونس. هم صغيرين شوية لأن دول اللي لقيتهم عند الخضري ما كانش فيه. بس انت تجيبي 3 حزم كبار. معايا هنا نعناع ناشف مجفف، لو عندك الفريش يبقى برضو خير وبركة. تمام. تعالوا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. انا حطيت الفول والبصل وقرن فلفل سبايس. انا هنا مش هحط الخضره، هعملها بتركايه حلوه قوي وهتعجبك ان شاء الله. هنزل هنا بقى بالميه السخنه على الفول. تمام. وهسيبه لغايه ما يستوي نص سوا. ماشي. واثناء ما هو بيستوي بتطلع ريمه، ريم ابيض كده، بتشيليه بالمعلقه. انا هوريكي هنا برضو ايه. انا بشيله هنا كده استوى نص سوا. هشيل الريم اللي انت شايفاه ده كده بالمعلقه، لان الريم ده هي الماده الغازات اللي بتبقى في الفول مش مستحبه يعني. انا شايله منه كتير بس اختصارا للفيديو يعني. شايفين الميه بتاعته نضيفه وحلوه ازاي. انا عشان هنا الخضره قليله ما حطيتهاش كلها، لكن انت لو جبتي 3 حزم كبار هتحطي نصها في التسويه في السليق، في اول السليق، ونصها في اخر السليق زي ما انا هعمل. من هنا نزلت بالخضره. هي الخضره قليله جدا يعني. هعمل ايه بقى؟ هنزل هنا بمعلقتين ملوخيه ناشفه. في حد يطلع يقول لي لا الملوخيه مش، لا جربي بالملوخيه الناشفه في قلب الخضره، بتدي تست حلو قوي قوي قوي. وكمان لما بتحطي الخضره قبل ما الفول يستوي ب10 دقايق بيفضل خضار البصاره جميل جدا وحلو قوي. انا هنا كنت فصصت راس توم واحط عليها معلقه كزبره ناشفه وهدوقها. هنا بعد ما البصاره دخلت على سوا، انا بوريكم شكلها. هنزل هنا بقى بمعلقتين الملوخيه اللي قلت لك عليهم. معلقتين ملوخيه، دي الملوخيه اللي انا ايه كنت منزلاها من كام يوم، خضرة وجميله حلوه قوي. وهنزل بمعلقه النعناع، انا فركاها ونخلاها، اهم شيء تنخليها. هديهم بس غلوه مع الفول، يغلوا غلوه او غلوتين وهطفي عليهم. انا هنا كان البوتاجاز بشوفه لقيته مطفي. ماشي. انا هديها غلوه او غلوتين بالكتير قوي وهطفي عليها. انا هنا الكاميرا ظلماها بجد بامانه، الكاميرا ظلمه اللون. لون جميل حلو جدا. والخضرة ما بهتتش في السليق لان انا احطها قبل ما الفول يخش على تسوية حوالي يعني 10 دقايق كده. هديها غلوة او غلوتين وهطفي عليها. شايفين شكلها حلو ازاي، جميلة وريحتها حلوة قوي. أكلة اقتصادية وموفرة وحلوة جميلة، من أكلات الزمن الجميل فعلا.
عايزة أقول لكم بأمانة الكاميرا ظالماه. هنا بقى كانت غلت غلوتين أهو، هاطفي عليها. تمام. معايا هنا هنعمل بقى البصلة بتاعة البصارة. هنزل بالزيت، حبة زيت في الطاسة. ومعايا هنا بصلتين أنا مقطعاهم قطع صغيرة، زي ما انت عايزة تقطعيهم جوانح، عايزة تقطعيهم كده، دي حاجة ترجع لك يعني. هنعمل البصلة اللي بنرشها على البصارة. أنا هنا مش هحط في البصلة لا نشا ولا دقيق ولا ملح ولا أي حاجة. أنا هنا هكتفي بس إن أنا أحمر البصلة. تمام. ومش هحط لها حاجة، أنا بطلعها دي بالمعلقة، ده قشر بصلة كانت لازقة في الطبق من تحت. تمام. وهنا بقى في حاجة حصلت معايا، الكاميرا ما صورتش لما البصل خلصته وجيت طشيت ال- البصارة، كان الكاميرا فصلت. هوريكي هنا بقى، كنت ضربت البصارة وحطيتها على النار. وفكر ان الكاميرا، كان الكاميرا التليفون، انا بعتذر، الكاميرا التليفون كان سخن والكاميرا فصلت. هنا كنت طشيت، كنت طلعت طشيت، طلعت البصل وحطيت التومه اللي انا دقيتها ووريتها لكم، وحطيتها، طلعت البصل وسبت معلقه بصل في الطاسه ونزلت بالتومه، اديتها بس لون يا دوبك لون ذهبي كده، وطشيت البصاره. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها حلو وحطيت بقى الحقيقه بتاعها كزبره، معلقه كزبره، نص معلقه كمون، حبه شطه صغيرين وحبه ملح. ده احياء البصاره، ما بحطش اي افتكاسات فيها، ولا مرقه ولا بابريكا ولا اي حاجه. وهنا دي البصل اللي كنت طلعتها معاه، اللي انا كنت طلعتها والكاميرا كانت فصلت فيها. هو برضو صدقوني الكاميرا ظالمه لون البصله. انا حطيت للبصله، لا حطيت لها لا ملح ولا دقيق ولا نشا، زي ما اهالينا كانوا بيعملوها زمان. تعالوا بقى نغرفها. وهنا غرفناها، بصوا شكلها جميل وتحفه. هنا بقى بصوا انا برش عليها البصل جميل. وهنا في ملحوظة، لما تيجي تغرفي البصارة استنى عليها شوية قبل ما تحط البصل، عشان البصل ما يسقطش، لو البصارة سخنة البصل يسقط. تحفة وجميلة وريحتها حلوة ومشبعة ووجبة اقتصادية، ومن أكلات الزمن الجميل زي ما بيقولوا. بجد بجد تحفة، مهما أوصف مش هوصف جمالها وطعمها، لازم تجربوها. وهنا عملت بتنجان مسلوق مخلل تحفة جنبيها. جميلة جدا جدا جدا. دي عايزة قفص عيش جنبها. أنا بأمانة، بأمانة اتنسفت في نفس اليوم، ما قعدتش. تحفة تحفة تحفة. تاكلي جنبيها برضو طماطم مخللة، بتنجان، آه بصل وعليه ليمون. يا سلام بقى لو كان في بصل أخضر. تحفة تحفة تحفة. جربيها بنفس الطريقة، هتعجبك جدا جدا جدا، وسهلة وما فيهاش أي حاجة افتكاسات ولا فيها أي حاجة. وادي البتنجان يفتح النفس لوحده بأمانة، وأنا عاملاه معاكم قبل كده في القناة. يا رب الوصفة تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسينيش في الاشتراك ولايك وسبسكرايب للقناة. سلام. باي باي.